السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا في هذا لا فيديو. اليوم جبت لكم هذه الوصفه تاع كيك سهل بسيط، يعني يتحضر ليه ما يديش كمان منكم الوقت. اذا هذا الكيك اليوم درناه يعني بطريقه شويه مغايره، يعني بالحليب الساخن. هذا الحليب اللي راح يعطيه يعني الهشاشه ويعطيه الخفه. اذا يجي بزاف بنين ويجي خفيف ويجي يعني من اروع ما يكون. إذا ما نطولش عليكم، ندخلوا نشوفوا لا فيديو للنهاية، نتعرفوا على المقادير وطريقة تحضير هذا الكيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا مقادير هذا الكيكة أو هذا الكيك، هنا عندنا 3 حبات نتاع البيض، عندي هنا الكاس تاع السكر ناقص أسبوع، وهنا عندي أيضا الكاس تاع الزيت ناقص أيضا أسبوع، وعندي هنايا كاس تاع حليب، لكن هذا الحليب راح نخليه في الأخير، يعني راح نستعملوه يعني ساخن. عندي هنايا ان بو تاع ياغورت، يعني ادو اي ذوق يكون عندكم. طبعا عندي هنا لافاني. بالنسبه للخميره الكيميائيه هنا عندي كيس ونصف، تقدروا يعني تستعملوا حتى 2 كيس. اذا هنا عندنا حوالي 15 غرام. اذا في الريسيبيون هنايا نحطوا رشه تاع الملح اللي دائما ما ننساوهاش. اذا نحط البيض، ودائما حاولوا يعني باش تحطوا البيض يكون يعني بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما يكونش بارد. إذا كان في الثلاجة يعني خرجوه ألافونس، ربع ساعة نص ساعة. نضيف هنايا السكر فاني ولا لافاني اللي كانت عندكم، يعني سائلة ولا بودر. إذا نخلط شوية هذا البيض كما تعودنا. إذا عندي هنايا السكر، إذا نحاول الآن باش نطلع شوية هذا البيض والسكر. نضيف الآن هذا البو تاع الياغورت. نجي الآن باش نضيف الزيت، قلنا اللي كنا كاس الأسبوع، راح نضيفه يعني غير بشوية. اذا نجو الان باش نضيفوا الفرينه، وكنت يعني في المكونات ما فكرتهاكمش. عندنا الفرينه راح نحتاجو في هذه الوصفه 2 كيسان ونص، 2 كيسان ونص من هذا الكاس تاع 220 مليلتر. اذا هنا طبعا الفرينه كي ما تكونش مغربله لازم نغربلوها. وعندنا قلنا كيس ونص تاع الخميره الكيميائيه. اذا هذا كيس،
إذا وهذا نص كيس، يعني حوالي 15 غرام. إذا هذا الكيس الثاني، الكاس الثاني عفوا. إذا ونجيب الفوي وندخل هذا الفرينة في الخليط بهذه الطريقة. الخليط راح يثقل معنا، ولكن فيما بعد يولي معنا خفيف. إذا راح نزيد نص كاس. إذا هذا نص كاس عندنا راح نضيفه. إذا نحاول باش ندخله هنا في الخليط. الخليط راح يكون يعني قلنا ثقيل، راح نضيفو له فيما بعد الحليب. إذا واش ندير الآن؟ أنا عندي هذا الكاس تاع الحليب، نروح يعني نسخنه فوق النار حتى يولي يعني سخون يغلي، ونجي يعني نضيفه على الخليط. إذا ها هو الكاس تاع الحليب بعد ما غليناه لازم يكون سخون. إذا نفرغوه على الخليط بهذه الطريقة. إذا وندخلو الحليب تاعنا في الخليط، غير بشوية نروحو معاه غير بالعقل يدخل معنا الخليط. يعني هذا الحليب هو اللي راح يعطيه يعني الخفة، ويعطيه يعني وما يجيناش يعني يتفتت. لازم نخلطوه مليح. إذا هذا هو الخليط اللي نتحصلوا عليه. إذا نجيب الآن عندي بول، يعني راح نحي هنا كمية من الخليط. إذا نضيف حوالي ملعقة نتاع الكاكاو. إذا وندخل هذا الكاكاو في الخليط. إذا أنا عندي هذا المول، ثم تقدروا يعني تستعملوا أي مول يكون عندكم. إذا راني دهنته بالمارغرين ورشيته بالفرينو. إذا نحط شوية من هذا الخليط اللي فيه الشوكولا أو الكاكاو، نحط فيه شوية. نوزعوه مليح، نوزعوه مليح يعني في القاعدة. إذا ونجيب الخليط نتاعي، وقبل ما نصبه دائما نتأكدوا بلي الفرينة تاعنا يعني تخلطت مليح مع السوائل. إذا نجيب الخليط نتاعي،
إذا نجيب الخليط نتاع الكاكاو أيضا ونحطه. إذا نكمل الخليط اللي بقى لي هنايا. نمسح هاد الأطراف يعني باش ما يتحرقولناش في الفرن. إذا نخلطو شوية هذا المول تاعنا. إذا وندوه للفرن اللي راه مسخن على 180 درجة، تقدروا يعني طيبوه على 170 درجة يعني، وتخلوه حتى يعني ينشف الخليط. تتأكدوا منه يعني تدخلوا له يعني كيردون ولا العود تاع الشواء. إذا كي تلقوه ناشف خلاص يعني تحمروه شوية من الفوق وتخرجوا. إذا ندي الكيكة تاعنا للفرن. إذا هاهي الكيكة تاعنا بعد ما طابت حمرتها غير شوية من الفوق. إذا لازم نقلبوها يعني باش ما تعرقلناش يعني من التحت وتجينا طرية بزاف. إذا نقلبوها على الشباك. إذا ونحو هذا المول ونخلوها تبرد. إذا ونكملو من بعد يعني نزينوها. إذا بعد ما تفات معنا شوية الكيكة تاعنا نجيو الآن للتزيين. التزيين هنا يعني يبقى اختياري. تقدروا يعني تذوبوا الشوكولا مع شوية حليب وتزيدوا لهم المغرف تاع لا مارغارين يعني، وتذوبوهم فوق النار وتزينوا بهم هذا الكيكة. أنا الآن ما راحش نزين يعني بالشوكولا، عندي دائما هذا التوبينغ هذا تاع الشوكولا. إذا هو اللي راح نحطه يعني من فوق بهذه الطريقة. إذا ونخلوه يسيل كل جهة. راح نمسحه هكذا بهذه الطريقة على الكيكة تاعنا. والتزيين يعني كما قلنا دائما يبقى اختياري وحسب الموجود، كل واحد يعني يزين بالشيء اللي عنده. يعني الأهم في الوصفة هو يعني الكيكة ونجاح الكيكة. إذا راح نحط لها شوية تاع نواة كوكو من الفوق بهذه الطريقة. يعني تزيين بسيط يعني وغير مكلف. وهذا التوبينغ أنا اللي استعملته يعني تشرو قرعة يعني تشد لكم بزاف، تشوفوا لها يعني لاضات تاعها، واش الوحدة يعني اللي تكون عندها يعني لاضات بعيدة. إذا ها هو يعني تزيين بسيط للكيكة تاعنا. تقدروا يعني أيضا تحطوا لها السكر كلاص من الفوق فقط. إذا راهي حاضرة معنا الكيكة تاعنا. إذا نشوفوها من بعد في طبق التقديم. الكيك تاعنا ها هو حاضر في طبق التقديم. إذا هذا هو الشكل النهائي تاعه. يعني
يعني وصفة يعني سهلة وبسيطة. نتمنى فقط يعني تكون عجبتكم وعجبتكم يعني الطريقة تاع التحضير. نتمنى فقط يعني تجربوه وتستمتعوا به. إذا الليلة هي تحضر يعني ومقاديرها كما شفتوها يعني سهلة وبسيطة. إذا نقطع لكم هنا قطعة باش نشوفوها. يعني هنا ومازال يعني راح دافي. إذا ها هي يعني النتيجة اللي نتحصلوا عليها. كيك يعني من أروع ما يكون. يعني شوفوا كيفاش يجي هشيش ويجي خفيف. يعني صدقوني يعني وصفة تستحق يعني التجربة. إذا نتمنى باش تجربوه يعني وتستمتعوا به. يعني راه يعني سهل والتحضير تاعه حتى الطريقة يعني راهي سهلة. إذا إلى فيديو آخر ووصفة أخرى إن شاء الله. نقول لكم السلام.